هناخد حادثة الشهيد محمد عبد الكريم كمثال للي بيحصل في الشهرين اللي فاتوا أو في الشهر اللي فات ده من جرائم الاغتصاب ومن المدمنين ومن سواقين الميكروباص بالأخص. ويمكن أنا خدت سواقين الميكروباص عشان أعرف هل دي فعلا طبقة بقت خطر علينا؟ هل فعلا في منهم مدمنين مخدرات؟ هل فعلا احنا كصبايا وكبنات بنعاني في الشارع من مضايقات كتير قوي مش قادرين نستحملها وبتوصل للاغتصاب من كتر ما في ناس كتير قوي بتدمن المخدرات؟ مدمن المخدرات بيتخيل ان هو بيهرب من الواقع اللي هو عايش فيه بالمخدرات، وللأسف الشديد دي مش حقيقة، هو بيعيشه اكتر. هو مش بيغيبه عن وعيه، هو بيخليه بس يعمل حاجات مستهترة وحاجات منحرفة. في حد راح او توفى او استشهد، هل يا جماعة هنسكت؟ هل فعلا احنا هنسمح لشوية شباب ضايع ان هو يهدد امننا؟ انا هستنى تليفوناتكم زي ما قلت لكم على 835 و 835 وناخد اول تليفون من مدام جولي. الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك يا ريهام؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تمام. كنت عايزه اشترك معاكي. على فكره انا بس كنت عايزه اقول حاجه، ان هو يعني دايما بيفكروا ان هو يعني لازم البنت اكيد هي كانت مثلا لابسه لبس مش كويس، لابسه ضيق، لابسه كده، يعني عشان كده بيحصل لها حاجات مش كويسه. لا اكيد لا، لان بقول لك يعني اللي اغتصبت الثانيه عندها 9 سنين. بس انا عندي صاحب جوزي، يعني بنت خالته اتخطفت، هي بنت منقبه. خطفوها ناس مسيحيين، قعدت 5 ايام محدش عارف حاجه عنها. بعد كده جابوها عن طريق الموبايل بتاعها، بعد كده دخلت المستشفى. اغتصبت برضو يعني؟ اغتصبت من 5 مسيحيين اغتصبوها وهي منقبة هي مش قضيتنا دلوقتي مسلمين ولا مسيحيين، هي قضيتنا مصريين بالظبط. يعني بالظبط. بس فقعدت 5 ايام محدش عارف عنها اي حاجة يعني. بس فهو الموضوع. اتخطفت منين؟ كانت الساعة 6 المغرب. كان تقريبا مدينة نصر حاجة كده. يعني بصي في الشارع في وسط الناس في عز الظهر زي ما بيقولوا يعني، بس محدش هنا في مصر بيهتم قوي يعني. وهل تعرفي ان كان ليهم علاقة بالمخدرات ولا لا؟ بصي الاهتمام، فيه اهتمام، مش بقول كده والله عشان حاجة، بس فعلا ان 12 حكم اعدام في ال 12 حالة اغتصاب ده حكم رادع جدا. يعني احنا يعني بنعمل كل جهودنا ان احنا نقضي على الظاهرة دي كاعلام وكحكومة طبعا، لان مفيش حد هيرضى ان بناتنا يمشوا في الشارع مش في امن، لان دي ظاهرة جديدة جدا والمخدرات هي السبب فيها، مفيش اي سبب تاني. بالظبط صح، لان هو اساسا يعني هو مش بيبقوا في وعيهم. بالظبط، يعني ما بيبقوش في وعيهم خالص بسبب المخدرات اكيد يعني. في وعيهم او مش في وعيهم. انا شايفة برضو ان انا في حالة حزن شديد ان ممكن قوي نفقد حد، يعني بنت شرفها يضيع، او ضابط قلبه طيب قوي وطاهر زي الضابط اللي توفى او استشهد ده. انا الحقيقه مش قادره اقول لك، هنشوف مع بعض دلوقتي في اللقاء الجاي خطيبته اللي كان المفروض يبقى كمان 3 ايام فرحهم، وهي المفروض انها كده تقعد في ال40 بتاعه او يعدي فتره على وفاته. تعالوا نشوف مع بعض سمر، وبرده بنقدم لها خالص العزاء وبنقول لها ربنا يصبرك وتبقي في حياتك.